اول مره تخش الجيم او مش على طول بتعمل استرتشات، فساعتها ممكن يحصل لك اصابه بشكل ايه اعلى. اول حاجه تظبط السيت اب بتاعتك. ليه؟ انت كده يعني القبضه انت ماسكها من تحت قوي، ما تخليهاش ان القبضه في مستوى كتفك بالظبط، ولا في نفس الوقت ان انت ايه تخليها تحت قوي كده مثلا، لا امال ايه، تحت كتفك بحاجه بسيطه، حاجه بسيطه كده تحت كتفك، وتبدا ان انت تلعب. دي اول حاجه السيت اب بناء على طولك. جميل. طيب تاني حاجه الجزء بتاع البكر اللي فوق لهنا، لو انت رجعت لورا قوي تلاقي نفسك في نهايه المدى الحركي بص في اوفر ستريتش. لو انت ما عندكش الموبيليتي او المرونه الكافيه، وانت اصلا شخص اول مره تخش الجيم او مش على طول بتعمل استرتشات، فكتفك ما عندوش المرونه او ما عندوش الموبيليتي تو موف فانكشنلي، ما بيعرفش يتحرك بشكل وظيفي مدى حركي مفتوح، فساعتها ممكن يحصل لك اصابه بشكل ايه اعلى. فعشان كده محتاج تلعب المدى الحركي اللي يخلي بدايه الحركه مش بتعمل مشاكل، مش بتعمل تعب، وفي نفس الوقت انت ما بداتش مثلا من هنا، لا وفي نفس الوقت ما بداتش من ورا، فالاعتدال هو الصح. تمام. تاكد ان الناحيه اليمين هي نفس الناحيه الشمال، وتبدا ان انت تاخد لحركه. طيب مهم جدا ان انت ما تلاقيش كوعك في نهايه المدى الحركي يعمل كده. في ناس بتبص وبتركز على ان دول يلمسوا في بعض، طب ما انا كده ما خليتش عظمه الهيومرس تقرب ناحيه الاسترنم. حلو. مش بقول لك اعمل لوك للمفصل، لا انا اعمل تانية بسيطه كده كده، بس المهم بالنسبه لك ان انت في نهايه المدى الحركي كده اهو العظمه دي تقرب ناحيه مين؟ تقرب ناحيه الاسترنم، يعني الانسرشن يقرب ناحيه الاوريجن، فبناء عليه تعمل المدى الحركي الكامل.